وهذه الدول تعتبر مشاركة بهذه الجريمة عبر تزويد إسرائيل بالسلاح، عبر صمتها عما يجري من جرائم. ورغم قرار المحكمة في الجنايات الدولية الذي جاء نصرة للقانون الإنساني الدولي ورفضا لجريمة الحرب التي ترتكبها إسرائيل، نجد بعض الدول الغربية تحاول أن تفعل هذا القرار وألا تحترمه، رغم أن هذا القرار أعطانا الأمل بأن تعود الاحترام والقيمة للقانون الإنساني ولمؤسساته. نحن نوجه الشكر إلى الشعب المغربي عبركم على وقوف الدائم مع الشعب الفلسطيني. وبهذه المناسبة نوجه الشكر لجلالة الملك الذي وجه رسالة في كل عام من 29 نوفمبر يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني. جلالة الملك يرسل كرئيس لجنة القدس رسالة للأمم المتحدة يذكرهم بضرورة أولا وقف العدوان، وثانيا ضرورة أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه الغير قابلة للتصرف، ومنها حق تقرير المصير، وأن يعيش بحرية دون احتلال، وأن يقيم دولته وعاصمة القدس. شكرا لكم والسلام عليكم.